ميلاد النبي المصطفى العدناني نور غطى على البشرية كلها منذ ولادته في عام الفيل، فكان نورا يشع في قريش، قبيلة غطت الجزيرة العربية كلها عبر التاريخ وعبر الزمان. وها هنا نرتشف ونتذكر سيرته العطرة في محاربة الجاهلين، أمثال الكثير والكثير، أمية بن خلف وعمرو بن هشام. كم كان الرسول المصطفى العدناني يجاهد من دعواه حتى وصل إلينا خيره. نرتشف ونسعد بكلماته وأحاديثه الوضاءة النبوية الكريمة في حياتنا المعاصرة من صعوبات وأيام وليال نشقى بها، ونناجي النفس أن نصل إلى ما يربو إليه رسولنا المصطفى العدناني. فيا رسول الله، كم نشتاق إلى رؤياك، ونشتاق إلى محياك، ونشتاق إلى لقاؤك في الآخرة إن شاء الله. فيا مسلمين، في ذكرى مولده النبي الأغر، طوفوا إلى جنبات سيرته العطرة الوضاءة الجميلة، التي تبعث على النفس ضياء ورفعة ونورا يهدي في دنيانا لأخرانا. فما دنيانا إلا تذكرة لأخرانا في قرآننا الكريم. فهبوا إلى قراءة القرآن الكريم واتباع سنة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. تخرجوا من نكبات ومصائب الزمان، وتصفو النفوس بذكر الرحمن. فإن الرحمن سبحانه وتعالى يراكم ورقيب وسميع وبصير على أعمالكم طيل حياتكم وطيل لياليكم وأيامكم. فيا مسلمين ومسلماتي، لا تغتروا بالدنيا ومفاتنها وزخرفها، فإنها زائلة، وما دار الدنيا إلا معبر للآخرة. فمن لم يضع البذرة في الدنيا لكي يرى ثمارها في الآخرة فهو لاه ومضيع لكل آمال والطموحات. وما الدنيا إلا دار الباطل، ودار الحق هي دار الآخرة. فاسعوا يا مسلمين إلى دار الحق، فإن الحق حق أن يتبع. ولا تغرنكم الحياة الدنيا على الآخرة من مفاتينها وزخرفها، وعيشوا في الدنيا كأنكم عابري سبيل تبغون فيها من حياتكم لأخراكم. فما بقي أحدا في الدنيا مخلدا، ولو كان رسول الله بقي خالدا مخلدا لكان، ولكنه أراد لقاء ربه ممتحنا من جبريل برسالة من الله أن يبقى في دنياه لأخراه، ولكنه ارتضى لقاء الله الرحمن الرحيم. فكان أمرا أن الموت والحياة بيد الله الرحمن السميع العليم. فيا ذكرى رسول الله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، خير
أنبياء ومتمم